السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كامل على خير. وهذا الفيديو يلقاكم بأتم الصحه والعافيه. عيشوري عيشوري وعليك دليت شعوري. فاليوم ان شاء الله بحول الله غادي ندير معكم واحد الفيديو غادي نزيد نقربكم كيفاش انا غادي نحتفل بعيشوره ديال هذا العام او العاشوراء بطريقتي. بغيت نتفكر الايام ديال الطفوله وبغيت نعاود نحييها فيا، لانها كل واحد فينا كنظن ايام ديال الطفوله اولا شي حويجات اللي كانوا تيفرحوه في الطفوله، يعني بالستريس ديال الحياه، بالاغوبيوس اللي دايرين فوق ريوسنا، بالتفكير اللي ولا محيد لينا المومنتوس الزوينين، ولينا كنساو هاد الشيء وهاد الاحتفالات هادو اللي كنتمتعوا بهم من القلب. فاليوم ان شاء الله بحول الله غادي نعاود نرجع بكم لايام التسعينات، لانني انا اعتبر من بنات الثمانينات، فغادي نقول لكم كيفاش كنا كنحتفلوا بهم، وغادي نحاول ندير تقريبا بحال داكشي اللي كانت تدير معنا الوالده والوالد، الله يخلي لكم ما عز عليكم ويخلي لهم صحيحتهم ويخليهم ليا يا ربي ويخليهم لخوتي ويخلي كل واحد ما عز عليه. فبالنسبه اليوم بالنسبه لي في الوساك اللي انا عزلت هنايا كتشوفوا بانني خديت اللوز، خديت الافيانا او البندق، خديت الاكاجو، غادي ناخذ الزريعه، غادي ناخذ الكركاع، غادي ناخذ الكاوكاو، غادي ناخذ الشريحه. فعندي واحد الفارياسيون هنايا، يعني باش نحس بانني رانا فحال اللي رانا في المغرب، واخا يعني حتى من البيكيات شويه مختلفين على المغرب. المهم نديروا الجو ديال بانه راه عاشوره هنايا في الغربه، واخا حتى دوك البيكيات بحال هكا كما قلت لكم تيجيو مكتوبين ومزوقين، ما كره تكون كانوا حتى هما ديال الكرتون بحال اللي كنمشيو عند العطار في المغرب كيدير لكم داك الفاكهه في دوك الكريطنات اولا في ديك الساشيات ديال الكرتون. المهم نعديو باش ما عطى الله. المهم غادي نزيد نقربكم كما قلت لكم غير من الاجواء ديال عاشوراء في الغربه. فكما كتشوفوا هنايا خديت الماكاداميا اولا الماكاداميا كما تيسميوها الاغلبيه، خديت الكركاع وخديت الاكاجو غادي نحمرهم. بالنسبه للفران فغادي يكون عندي مسخن من قبل، يعني كنكون دايره 200 غراد، ومني كنخشي هاد الفروتو سيكوش ديالي فكنخليه 120 يعني 120 130 درجه، كنخليهم يتحمروا غير بالمهل لانه باقيين عادي يعاودوا يطيبوا مره اخرى. غادي نوريكم كل شيء دقه بدقه. بالنسبه الزريعه انا خديت جوج الانواع ديال الزريعه اللي هي ديال نوار الشمس وديال القرعه، حتى هما غادي نخشيهم في الفران. وبالنسبه للشريحه فكما كتشوفوا كناخذ هذا النوع هذا، تعمدت اني نوريكم الباكيه بالنسبه للناس اللي تيسكنوا هنايا في اسبانيا فياخذوا هذا النوع هذا اللي هو ديال تركيا، كتجي معسله ملحمه بحال ديال المغرب، بحال اللي كتاكلي ديال المغرب، واخا راه ما كاينش بحال ديال المغرب البلديه اللي كتكون داك المذاق موي يعني كونسنترادو ديال الشريحه. وانما المهم كما قلت لكم نعديو باللي عطا الله. كما كتشوفوا فانا كنمسحها بالماء ديال الورد اللي كيكون مقطر ديال الدار، يعني مصايب على اليد. شي نهار غادي نوريكم كيفاش كنقطر لا الخزامه ولا الروميرو او الغوماغا، وكيفاش كنقطر حتى الورد. فبالنسبه للورد راه هذا هو اللي كنت درت معكم في الفيديو السابق اللي كنت قطفته في الجرده اللي عندي في البالكون وكنت هديتها لكم. فهذا هو الورد اللي قطرت، هادوك ثلاثه الوريدات اللي حيدتهم ديك النهار في الفيديو السابق راه هو اللي قطرت هاد المره، وزدت فيه شويه ديال المزهر. فبدايه كيف ما كتشوفوا كل شيء تحمر عندي هنايا، يعني كاع الفروتو سيكوس اللي عندي رانا حمرتهم. غادي نبدا بالكركاع. هذا الكركاع هذا غادي نزين به الشريحه. فانا بغيت الشريحه بلا ما نحلها اولا نفلحها وعاد نعمرها. فغادي تشوفوا كيفاش غادي ندير ليها انا هاد الكركاع. غادي نديرو في الكراميل كما غادي تشوفوا، ومن بعد فاش غادي ندير فحال الشكل ديال التورون بغيتو يتقطع بشكل عشوائي، يعني الوجه ديال الشريحه تجي فيه تقيطيعه ديال ديك الكركاعه بشكل عشوائي، يعني نعض ديك القرمشه ديال الكراميل وفي نفس الوقت ديك الكريكاعه ديالنا اللي غتكون في الوجه ديال هاد الشريحه ديالنا. كاين الناس اللي غادي يبغيو الكريكاعه هكا على قدها تجي فوق الشريحه، ف
شدوا القرقاعه وتفشوها بواحد العويد ولبسوا كل قرقاعه بوحدها بداك الكراميل ديالكم. الا بغيتوها تجيكم داكشي مأنتك، انا بغيتها كما قلت لكم عشوائي، يعني ما بغيتش بعض المرات حتى ديك العشوائيه كتضيف لك على الطبق ديالك او على شي اكله ديالك تضيف عليه واحد الجماليه. فغادي تشوفوا معايا من بعد كيفاش غادي يجي. بالنسبه لهاد الكراميل الثاني فانا غادي نسمو بالقهوه كما شفتوا اللي هي نسكافيه اولا سريعه الذوبان، كتعطي واحد المذاق هائل وشي حاجه روعه بزاف، لانها كتعطيكم واحد الطوك اللي هي دافيغون على داكشي اللي حنا موالفين عليه اولا اللي موالفين كناخذوه من برا اولا اللي كنصايبوه في الدار. فكيف ما كتشوفوا بالنسبه للزريرعات اللي درت هنايا فهي كما قلت لكم ديال نوار الشمس وديال القرعه. كان نلبسهم بداك الكراميل مزيان وكنقص البوطه، يعني كنديرها في الواحد اولا في الجوج. وكيف ما كتشوفوا راه بدا تيقصح هذا الكراميل لانه نقصت عليه البوطه، يعني الا خليناه في العافيه اللي كتكون متوسطه اولا مجهده فهاد الكراميل ديالنا ما يجي تلبس حتى تيتحرق. فنقصوا العافيه وعاد نبقاو نلبسوا في هاد البيباس ديالنا ديال الكلاباسه اولا هاد الزرارع ديالنا ديال القرعه وديال نوار الشمس، وكنحطوه هكايا في شي مولد اللي تيكون التحت ديالو فيه الورق يعني اللي غادي ندخلوه الفران، وانما كنضغطوه هكايا باش ما نتحرقوش وخلاص. يعني كنديروا من التحت ومن الفوق وتنبقاو نسرحوا فيه بهذه الطريقه باش نديروا واحد التورون. هاد التورون اولا النوغا كما تنسموها في المغرب. ما عرفتش شحال هذه انا ما حضرت الموسم اللي كان تيتنظم عندنا في قنيطره، كنت دائما كنشري منه هاد النوغاتينا هذه اولا ديال الكاوكاو. فانا كنت تنحماق عليه ملي كنت صغيره، هذوك الانواع ديال النوغاتينا اللي كانوا تيتباعوا عندنا في الموسم ديال الركراكه. فما عرفتش البنات ديال قنيطره واش كيشوفوني، وعندي معاها ذكريات، فقلت علاش ما نديرهاش اليوم بالنسبه للعاشوره كما قلت لكم ونخدمها بهذه الطريقه، لانها فعلا كتجي روعه بزاف. حاولوا انكم تجربوها، وحتى بالبيباس هكا اولا بالزرارع اللي هما كما قلت لكم ديال هاد النوعين هادو ما مولفينش عليهم كما قلت لكم، مولفين على الكاوكاو كما قلت لكم من قبل، اولا مولفين على دار هاد النوغاتينا هذه باللوز اولا بالقرقاع اولا. فانا اليوم درتها لكم بجوج الانواع ديال الزرارع، فحاولوا انكم تجربوهم لانه فعلا هاد النوغاتينا هذا اولا هاد التورون هذه كما كيسميوه هنا الاسبان كيجي شي حاجه روعه. بالنسبه الشكل الثالث كما غادي تشوفوا معايا هنايا، فانا خديت الافيانا اولا خديت البندق وخديت الاكاجو وخديت الماكاديميا. يعني هادو ثلاثه ديال الانواع غادي نديرهم غارابينيادوس. شنو هي هاد غارابينيادوس؟ يعني هاد الفروتوس هادو تيكونوا محمرين كما قلت لكم في الفران، يعني كنضمنوا بانه حيدنا منهم واحد النسبه كثيره ديال الاوميداد اولا ديال الرطوبه، وعاد كنعاودوا عاوتاني نرجعوهم للعافيه، كنزيدوا قد الماء قد السكر قد الفروتوس اللي عندكم. يعني كل شيء يكون مثلا درت 100 غرام ديال الفروتوس سيكوس كندير 100 مليلتر ديال الماء و100 غرام ديال السكر. وبالنسبه للتنسيم فانا درت الإبيسكو، ما عرفتش، المهم تقدروا نتوما تنسموا باي حاجه، اي حاجه عندكم تقدروا تنسموا بها. حتى البابونج هاد الفروتوس هادو كيجيب المذاق ديال البابونج اولا بالزهر اللي كيكون من الشف كيجيو روعه بزاف. فكتبقاو تحركوا فيهم، يعني ملي كيكون باقي فيهم داك الماء يعني كتير كتحركوا فيهم، العافيه كتكون متوسطه ما كتكونش مجهده وما كتكونش مهيله. علاش؟ ملي كنديروها مجهده فدغيا تيتشرب هذاك الماء، ومني كنديروها متوسطه يعني كنبقاو رادين معاها البال وحنا تنحركوا. ملي كنديروها مهيله بزاف فهي بحال هذاك الفروتوس اللي عندنا تيشرب الماء بزاف كيولي رطب، يعني ديك التحميره اللي حمرنا في الاول كتمشي لينا هباء منثورا كما كنقولوا. فمني كتبداو تحسوا بان هذاك الليكيدو صافي بدا تيمشي منها كتحيدوها من فوق العافيه وكتبقاو تعطيوها في التقلاب يعني بحال هكا بيديكم حتى كيبرد هي راسو وكيتجمد فيها هذاك السكر وكيولي بداك الشكل اللي نتوما شفتوا. بالنسبه للوز فهذه طريقه ديال الوالده الله يعطيها صحيحتها،
غير هي كديرها في الفران. يعني هاد الطريقه هي كتفزق بحال هكا اما الكاوكاو اما اللوز وكتخدموا في الفران. انا درت معكم اليوم في سارطين اولا في المقله. فكيف ما شفتوا درت غير شويه ديال نسمتو بالزعتر ونسمتو بشويه ديال الحار والملحه ديال الهيمالايا كيف ما شفتوا معايا، وكنزيد فيه نصف الكميه. يعني مثلا الا كان عندنا 100 غرام ديال اللوز كندير فيه 50 مليلتر ديال الماء. يعني عكس اللي قبل منه، يعني عكس الفروتو سيكوس اللي قبل منهم كنديروا قد. فمع اللوز كنديروا نص الكميه ديال السوائل، كميه ديال النواشف او اللي هي كتكون هي الفروتو سيكوس اللي في حالتي انا كان هو اللوز. نتمنى نكون انني كنشرح مزيان. اللي ما فهمش يخلي لي شي حاجه في الكومونتيرات. صافي كنبقى نخلي يعني العافيه كتكون متوسطه، وكنبقى نقلب في هذاك اللوز ديالي حتى تيشرب مزيان داك الماء ديالو، وكيبقى يعني كروخيانتي اولا تيتحمر وما كيبقاش فيه الاوميضات وما كيبقاش فيه ديك الفزوقيه. يعني حتى كيشرب داك الماء كامل اللي حنا درنا فيه عاد كنحيدوه. يعني كيف حال مول الزريعه، يعني كنخليوه في العافيه اللي كتكون متوسطه وكنبقاو نقلبوا فيه حتى كيشرب هذاك الماء ديالو كامل. بالنسبه للتمر فانا قررت انني نديرو بهذا الشكل هذا. يعني عمرته باللوز، يعني عقده ديال اللوز عاديه كنا كنعرفوا نخدموا العقده ديال اللوز والوجه ديالو. فزينتهم بالاناكاردوش عفوا زينتهم بالافيانا اولا بالبندق. هذا ما كان، يعني ما بغيتش نلبسهم في الشوكولات، فدايما كندير هذاك الشكل ديال يا اما بالشوكولات الابيض يا اما بالشوكولات الاسود. فكنتوا شفتوا معايا واحد الفيديو حتى هو كنت درت معكم التمر ملبس بالشوكولات، فقلت اليوم نغير ونديرهم بهذا جوج ديال الشكل هذا. يعني درتهم بالورد بحال هكا اللي كتشوفوا معايا، ودرتهم كما شفتوا من قبل بالبندق. فالشكل ديالهم في الحطه جا رائع بزاف. يعني داك الكونتراست ديال اللون اللي هو بني مع داك الكونتراست ديال اللون اللي هو ديال الورد اللي كيجي وردي تيجي هائل بزاف. والبلاطو ديالك اولا البلا ديالك تيجي رائع. وبالنسبه للشريحه فشفتوا كيفاش جات معايا يعني بشكل عشوائي كما قلت لكم، ديك التقطيعه عشوائيه فعجبتني حتى هي وجات رائعه بزاف. وهنايا هذا هو المومنتو اللي كان اولاد الوقيت اللي دوزتو جميل. وتفكرت بصح الايام ديال زمان، تفكرت الوالد في ايامات عاشوراء مني كانت يجيب الفاكهه وكتفرق علينا بزلايف. تفكرت الوالده مني كانت كدير هاد القريشلات وريحه القريشلات كتدور في الدار، وكنعرفوا بانها راه عاشوراء هذه اولا عاشوراء بقات لها غير نهار ولا يومين. فانا اليوم درت القريشلات بطريقه امي. تنتمنى كل واحد يخلي ليه الوالدين ديالو. الوالدين شي حاجه اللي هي جميله في هذه الحياه، فالله يخليهم لينا والله يطول في عمرهم. اللي ماتوا لي والديه الله يرحمهم، واللي باقين فالله يحفظهم وينجيهم ويعطيهم صحيحتهم. فبالنسبه كما قلت لكم القريشلات ديال اليوم غادي نديرهم بطريقه الوالده ديالي، واللي هي جوج ديال البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، نص كاس ديال الزبده. انا زدت الزبده من عندي، فالوالده كانت ما كتزيدش الزبده. يعني كان الاقتصاد، يعني ما كانش هذا الشيء ديال الزبده ولا تزيدي مثلا الناطا اللي هي القشره الطريه في شي حاجه اولا. المهم كانت تدير جوج ديال البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، شويه ديال الخماره. فانا غادي ندير هنايا نص خماره ما نديرهاش كامله. ويعني الدقيق اللي غادي يجمع ليا هاد العجينه كما غادي نوريكم غادي تكون مرخوفه. فنعاود معكم المقادير: جوج ديال البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، نص كاس ديال الزبده. وما كانش عندي الحليب غبره فهي كانت تدير فيها جوج معالق ديال الحليب غبره. انا درت نص كاس ديال الياغورت اللي هو طبيعي او لا كريمي، المهم اللي عندكم. انا ما كانش عندي كما قلت لكم الحليب فعوضته بدانون. ودرت مليحه هكا باش يكون شويه ديال الملح والسر على هاد القريشلات ديالنا وصافي. والدقيق اللي غادي يجمع لينا كما قلت لكم هذا الخليط هذا. وبالنسبه للخميره فدرت نص خماره. بالنسبه لهاد القريشلات هادو نقدر نقول لكم هما اللي فكروني بصح في ايامات زمان، ديك الريحه اللي بقات ليا في الدار. ففرحت في نفس الوقت بكيت، لان اول مره تحت لي الفرصه من بعد 15 عام ديال الغربه انني نتمتع بهاد الفيستا هذه او هذا النهار هذا ديال عاشوراء ونحس بها، لان ما كاين غير جري وما كاينش عندك الوقت. فاليوم الحمد لله جاتني مع النهار اللي تيكون عندي ليبري، فتمتعت به وحسيت به ورجعت بيا الايام، يعني رجعت بيا الذاكره الايام الفايته.
فكنتمنى حتى بنات اولا ولاد الثمانينات نفكرهم معايا في هذا الفيديو هذا بدوك المومنتوس اللي كنا تندوزو مع والدينا، وكنا كنتمتعوا بهم ديال بصح، ماشي بحال دابا اللي حتى حاجه ما بقات عندها البنه، وحتى شي حاجه ما بقات عندها الذوق، وحتى شي حاجه ما بقى عندها التاويل. فاليوم كما قلت لكم انا بعدا حسيت براسي باقه طفله ديال 12 عام اولا ديال 9 سنين، ملي كانت الوالده ديالي كتعمر لي الطاسه ديال الحنه وكدير ليا فيهم البيض مسلوق، تعطيني البندير وتقول لي يلا خرجي تنخرجوا للحومه ونحيحوا ونجمعوا عاشوره وزيد ونحرقوا الروايد وزيد. يعني شي ذكريات اللي هما كانوا جميلين بزاف. هنايا في الغربه ما نقدرش نحرق الروايد، فعلى داك الشيء اكتفيت غير بهذا الشيء اللي تقاسمت معكم في هذا الفيديو. فبالنسبه للعجينه كما شفتوا سرحتها بحال هكا بهذه الطريقه اللي درت فيها بابي من التحت ومن الفوق، ويعني بشكل كما قلت لكم غادي نقطع من بعد بشكل عشوائي، يعني ما فيهاش حتى بزاف ديال الطراباخو اولا فيها بزاف ديال الخدمه، غادي نقطعهم بهذا الشكل هذا. هنا غادي تشوفوني راه لبست حوايجي، خصني نخرج نجيب شي حويجات على حساب الدار. يعني فالنهار اللي يبري كما كنعرفوا كيكون عندك بزاف ديال المطارق خصك تنظيهم، واخا هكاك درت وقيته. فنحاولوا نعطيو لراسنا مومنتوس نتفكروا بهم الطفوله ديالنا، لان هاد الاغوبيو اللي ولا عندنا في الحياه اليوميه ديالنا وهاد الستريس ما بقاش مخلينا نتفكروا طفولتنا كيفاش دازت. يعني صراحه الطفوله ديالنا لا حاولنا ان نشدوا غير الزريعه ونجلسوا في شي بلاصه ونحسوا باننا كنا شحال هادي، تنهضر على مالي الغربه، كنا شحال هادي تنجلسوا في البيبان ديال الديور ديالنا ديال الوالدين، وكناكلوا الزريعه في الصيف، وكنتجمعوا في طبله وحده وهذا يقولها والاخر يضحك عليها. فواخا نكونوا بوحدنا نتفكروا هذوك الايام، واخا نكونوا بوحدنا ماشي مشكل، نعطيوهم حتى حنا لراسنا ونحسوا بهم. فهم كي موتيفيو هاد المومنتوس هادو كي موتيفيو. فبالنسبه للكسكسو كما شفتوا درتو عندي كرداسه وحده هي اللي كتدور في الثلاجه، خزنتها على حسب هذا اليوم كريديسه وحده اللي بقات تدور وقديده وحده، فهي نصبت عليها اليوم. لان كما قلت لكم الوالده ديالي معودانا بان الليله ديال عاشوراء كنتعشاو بالسفه بالقديد اللي كنت شاركت معكم في واحد الفيديو، فكنتمنى انكم حتى هو ترجعوا ليه. الكسيكسو ديالي فكما شفتوا درتو غير بشويه ديال الخيزو بالزبيب المعسل، ودرتو بشويه ديال الملج وبداك الكريديسه اللي كانت تالفه في ديك الثلاجه. فالمهم درت الريحه ديال عاشوراء في الدار. هذا ما كان الطويبله ديالي جات بحال هكا، شهوه منها عاشوراء على حقها وطريقها، تمتعت بها، بكيت، ضحكت، الحنينه حتى هي صايبتها وحطيتها، زينتها بالسواك بالورد بيضات مسلوقين. فبالنسبه لهذا البيض المسلوق كنت بغيت نقول لكم النهار الاول في العام جداتي يعني الام ديالي كتسلقني البيض وكناكلوا هذاك البيض، وديك القشره كتحط لينا فيها الفلوس وكديرهم في السطح. فالغد كنمشيو لهذاك البيض، وكان كل واحد كياخذ ديك القشره ديال ديك البيض ديالو وكيخزن هذوك الفلوس العام كامل باش كنقولوا كيدور عندك الرزاق. المهم داكشي اللي هو كان جميل ديال زمان دابا ما بقيناش كنديروه. فانا قلت النهار الاول ديال العام ما درت والو، فاليوم غادي ندير حنينه لا ليا ولا الراجلي وغادي نفرح بهذا النهار. درت بخيره كيف العاده، كيف ما عارفني انايا كنحماق على صرغينه وكنحماق على ريحه بخيره. درت فحال هكا غير دويوره ديال الحنه، خمرتها من قبل يعني خليتها ليله كامله وهي كتخمر باش دغيا طلق لينا. شوفوا يدي كيفاش صفرة وكيفاش شبعانه تماره. فحتى هاد الحنينه هذه كمدات ليا يديا كما تنقولوا في المغرب. حنيت كما قلت لكم الراجلي وحنيت انا، وهذا ما كان بالنسبه للنهار ديالنا ديال عاشوراء داز روعه. واخا هاد الخير كامل ما ناكلوش غير انا، وانما غادي نفرق شويه على صحاباتي، غادي نخلي شي شويه الحمايه وحماتي حتى هي. وهذا ما كان بغيتهم حتى هما يعرفوا الاعياد ديالنا، ونزيد نقربهم كل عيد عندي يعني كنخزن ليهم منه حقهم كنخزنوا او لا كنشاركهم معاهم. فعلى هذاك الشيء غادي تشوفوني هنايا كندير هاد
الباكيطيس هادو اللي هما صغيورين غندير فيهم تميرات، يعني غادي نديهم حتى للخدمه، كل واحد غنعطيه التميره ديالو وغادي نشرح ليه هاد العيد ديالنا اللي هو كنسميه انا عيد الاطفال، لان كنا كنتمتعوا به بواحد الشكل اللي هو هائل بزاف، لا في اللعب لا في الشطيح لا في انا بعدا كنت كنبقى دايعه نجمع في عاشوره حتى ل 12 ديال الليل. هنايا راه كما قلت لكم راه ما لقيت لا حول ولا قوه، ما نقدرش نخرج ونبقى نضرب بنديري ونجمع عاشور، هادشي اللي كاين. المهم كيف ما شفتوا هاد الباكيطيس هادو كيجيو حلوين وكيوت هكا، راه بغيتي تعطيهم لشي واحد كناخذهم من عند تينوس، يعني راه كاينين هنا موجودين. فكنتمنى هاد الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، ورق لي استحسان ديالكم، ما تنساونيش من لي لايك ومن الدعم، وحتى نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.